صباح الخير يا أسماء، صحيح. عرفينا بنفسك. أنا أسماء بكر حجاج. عندك كم سنة؟ 39. من إمتى وأنتي بدأتي في الفخار؟ أنا من 2000 أول ما بدأ البيت النوبي، فتح البيت النوبي. مين اللي وأنا فتح البيت النوبي؟ أيام الرئيس مبارك. أيام الرئيس مبارك. أيوة، كانت في فترة تدريب وجينا أنا وأصحاب زملاتي وتعلمنا الفخار. أخذنا 3 شهور تدريب. وجانا كان معنا الأستاذ مجدي السيد من القاهرة، علمنا إزاي نتعلم الفخار وإزاي نفرد الطينة وإزاي علمنا تفاصيل الفخار كله. وتعلمنا منه وتعلمنا الشغل كله. ادانا فترة تدريب 3 شهور وتعلمنا الشغل ازاي والنحت وازاي نلون وازاي نعرف نعمل الاشكال اباليك. ده نحت يدوي؟ ده شغل يدوي. كله شغل يدوي. ده الابليك ده شغل يدوي. ده انت بتعمل ايه؟ ده شكل ايه ده؟ دي اباجوره. قولي لي كده مراحل عمل الاباجوره من الفخار. اول حاجه بجيب الطينه. الطينه دي بتجيبها من فين؟ من البانيو جوا في المخزن. ايوه، هي بتيجي من فين اصلا؟ من اسوان. من اسوان. لا مش من اسوان، هي من الطمي بتاع اسوان، لكن بتبقى كتل وودوها القاهره ويجيبوها لنا مطحونه من القاهره. شكاية ونحطها في البانيو ونحط لها ميه. ونحطها في الميه. وبعد ما بتاخد كم يوم في الميه؟ 2 أو 3 زي كده. تشرب من الميه كويس. وبعد كده بتجيبيها وتعجنيها. وبعدين تملكيها وتعملي اشكال اليدويه. تعملي عايز تشكليها على الدولاب عادي، تعملي مجات وطواجن. يعني الدولاب ده خاص بشغل المجات والطواجن؟ طواجن. الشغل اليدوي ده البولات دياتي هي اللي عملت الاباجوره دي الشكل ده. اما الاباجوره خاصه بالبوله. ايوه بالبولات. والشغل اليدوي نظام اباليك هناك على الترابيزه. بردك في اباليك وفي كله اباليك نظام وبيت نوبي لو يعملوا بردك شغل يدوي. بس هو ده قولي لي انت بتبدا يومك ازاي هنا في البيت النوبي؟ اول ما اجي بقى يوم مثلا عملت تشكيله. النهارده عملت مثلا اباليك. كل يوم بتعملي شكل؟ اعمل كل يوم شكل. كل يوم بعمل لي شكل من ساعه ما اجي. اعمل يوم اباليك، يوم اباجورات، يوم بيت نوبي، كل يوم شكل، مش لازم اعمل على شكل واحد. الاشكال دي خاصه بالطبيعه والسياحيه هنا في الاقصر واسوان ولا؟ ايوه، والشغل النوبي. والشغل النوبي. ايوه. بس طب بتاخد وقت قد ايه تنشف الاباجوره؟ يومين. بعد كده تحرقيها على درجه حراره كام؟ 1000 درجه. حرقة بسكوت اسمها الاول. والثانيه يعني ايه حرقه بسكوت؟ يعني حرق تعلي لي شويه، تدخليه الفرن ربع ساعه لمده نص ساعه، تحرقي 10 دقائق وتطفي 10 دقائق الفرن، طلعي الرطوبه تحت الشغل. وبعدين تشغلي على درجه حراره 1000. وبعدين يطلع